تنطلق غدا مباريات الجولة التاسعة من البطولة التونسية. في الدفعة الأولى يوم الجمعة يستقبل مستقبل جابس النادي الإفريقي على ملعبه، في حين يواجه نجم المتلوي ضيفه اتحاد بنقردين. يوم السبت تتواصل المنافسات بثلاثة مباريات. مستقبل سليمان يستضيف النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي يلاقي مستقبل مرسى، والملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي جيجيسي. تختتم الجولة يوم الأحد بمواجهة قوية أبرزها الكلاسيكو المرتقب بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي على أرضية رادس، كما يواجه شبيبة القيروان نادي صفاقسي، ويستقبل اتحاد المنستيري شبيبة العمران. في انتظار هذه الجولة نذكركم بالترتيب الحالي. الملعب التونسي يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه مباشرة الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني ب 17 نقطة. النادي الإفريقي نقاو في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، في حين النجم الرياضي الساحلي نقاو في المرتبة 11 ب9 نقاط. في أسفل الترتيب نقاو اتحاد بنقردين إلى جانب مستقبل جابس في المرتبة 14 ب6 نقاط، في حين نقاو الأولمبي البيجي في المرتبة الأخيرة ب5 نقاط. جولة مثيرة نستناو فيها برشا كورة وبرشا تشويق. في انتظار هذا ما تنساوش نتوما باش تخلينا تكهناتكم مباريات هذيا، وما تنساوش زادا باش تشاركوا في صفحتنا.